السلام عليكم، اهلا بكم في قناه فن الكروشيه. النهارده ان شاء الله بمناسبه دخول المدارس حبيت ان انا اعمل معاكم مقلمه على شكل قلم. طبعا الاطفال كلهم بيحبوا الشكل المقلمه دي. حبيت ان انا اعملها معاكم النهارده. اي بواقي خيوط موجوده عندك وحابه تعملي بيها هتعمليها، مش شرط الالوان اللي انا هستخدمها. حاولي ان انت تطلعي. طبعا كلنا بيبقى عندنا بواقي خيوط وبنبقى حابين نستخدمها في حاجه او نعمل بيها حاجه للاولاد، فحبيت ان انا اعمل معاكم المقلمه دي. اول حاجه هبدا بيها، انا عندي خيوط صام اسمر هعمل بيها سن القلم، وبعد كده خيوط بيج، وبعد كده الالوان بقى اللي انت حابه تعمليها. اي خيوط طبعا انت متوفره عندك، مش شرط الالوان دي. ومعايا طبعا ابره مقاس 3 وعلامه للغرز بالشكل ده كده. اول حاجه هجيب الخيط كده والف، وهعمل دايره سحريه. الف الخيط على صباعي بالشكل ده كده عشان اعمل دايره سحريه وادخل اعمل فيها الغرز بتاعتي اهو. هاجي بقى كده ادخل بالابره كده، شايفين اهو. اسحب الخيط كده بالشكل ده واعمل معايا عقده كده عشان خاطر ايه، اقفل الدايره بتاعتي اهو. وادخل بقى فيها اعمل 6 غرز حشو. ادا كده اول غرزه، وهعلم العلامه. طبعا لازم تعلمي بالعلامه عشان ايه، تبقي عارفه البدايه والنهايه بتاعت المقلمه بتاعتك اهو. هعمل هنا 6 غرز حشو. كده عملت كام؟ 6 غرز حشو زي ما انتم شايفين كده. هسحب بقى، اقفل دي كده بالشكل ده، وهدخل بقى في العلامه دي كده هشيلها وادخل تحت الحلقتين بالشكل ده واقفل بمنزلق اهو. كده اقفل بمنزلق بالشكل ده كده. تكون عندي بقى دايره شكلها كده. هندخل بقى كده هنعمل كام غرزه؟ هندخل في اول اللي قفلنا فيها بمنزلقه هنعمل ايه؟ هنعمل 12 غرزه حشو. ده كده اول 2. هقفل كده. لا، الدور ده كده مش هنعمل فيه، هنعمل فيه تزايد، هيبقى في الغرزة التانية. يبقى انا بعد ما عملت 6، معلش اتلخبطت، بعد ما عملت 6 غرز حشو هدخل بقى الدور اللي جاي بعد كده. انا كده عملت بقى غرزة الحشو عندي. هدخل بقى احط العلامة بتاعتي بالشكل ده كده عشان ابقى عارفة البداية بتاعت الدور، وهدخل اعمل تزايد في الغرزة التانية. يبقى انا عملت كده العلامة دي كده، هدخل فيها برضو في نفس المكان اعمل فيها ايه؟ تزايد. هعمل غرزة تزايد والتانية من غير تزايد بالشكل ده كده. غرزة تزايد والتانية من غير تزايد، دي كده فيها تزايد. الغرزة اللي بعديها من غير تزايد، يبقى بعمل التزايد في الغرزة التانية اهو. دي كده من غير تزايد، ودي كده هعمل فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان. يبقى انا بعمل تزايد عندي في الدور التاني بيبقى في الغرزة التانية، في الغرزة التانية اهو. وده كده من غير، دي كده كان فيها تزايد ودي كده من غير تزايد بالشكل ده كده. دي الغرزة بقى ايه اللي فيها العلامة. هشيل بقى العلامة بالشكل ده كده وهدخل فيها كده وهعمل غرزة حشو. مش هقفل بمنزلقة تاني، انا بعد كده هقفل بغرزة حشو علشان اللي تبقى مظبوطة معايا ومبقاش فيها حاجة. الدور اللي بعديها بقى الدور اللي جاي ده كده هعمل فيه دور من غير اي تزايد. يبقى انا بعمل دور تزايد ودور من غير تزايد. اول دور عملته عملت تزايد اللي هو في الغرزة التانية. يبقى انا كده عملت الدور اللي هنا اللي انا عملته الاخير ده التزايد كان في الغرزه الثانيه. كده انا عملت بقى غرزه الحشو. هدخل بقى اعلم، احط العلامه مكانها كده، وهعمل الدور ده كله من غير تزايد. يبقى غرز حشو تحت الحلقتين من غير اي تزايد خالص اهو. يبقى التزايد عندي دور في الغرزه الثانيه، والتزايد عندي بعمل التزايد دور تزايد ودور من غير تزايد اهو. ده كده التزايد فين؟ ده كده من غير اي تزايد خالص اهو الدور ده، والدور اللي قبليه كان تزايد في الغرزه الثانيه. طبعا التزايد عندي هيبقى بالتسلسل. انا عملت التزايد اللي فات في الغرزه الثانيه كده، انا خلاص وصلت للعلامه. عملت التزايد عندي في الغرزه الثانيه، التزايد اللي جاي ده هيبقى في الغرزه الثالثه. هدخل فيها. طبعا اتفقنا ان احنا هنقفل فيها بغرزه حشو مش بمنزلقه عشان خاطر تبقى القفل بتاع الشغل بتاعي مظبوط اهو. وهعلم بقى بالعلامه كده عشان منساش. التزايد عندي هنا هيبقى فين؟ هيبقى في الغرزه الثالثه. هذا كده 1، دي كده اول غرزه. 2
تزايد عندي في الغرزة التالتة اهو. ده كده 1 2 تزايد عندي في الغرزة التالتة. شايفين بقى بدأت تبان معايا ازاي اهو. 1 2 والتزايد في الغرزة التالتة بعمل فيها في نفس المكان 2 غرزة حشو. شايفين بدأت تبان معايا ازاي اهو. هشيل العلامة وهعمل الدور ده من غير اي تزايد، وهدخل فيها كده اقفل، اعمل غرزة حشو واعلم بالعلامة. الدور ده هيبقى من غير اي تزايد خالص، بس كده هيبقى دور تزايد ودور من غير تزايد. وطبعا هتعمليها بتسلسل. انا عملت اول دور تزايد في الغرزه الثانيه، وبعدين وبعدين دور من غير تزايد خالص، وبعدين تزايد في الغرزه الثالثه اللي هو 2 غرزه حشو عادي خالص، والتزايد في الغرزه الثالثه. وبعدين الدور اللي انا بعمله ده هعمله من غير تزايد خالص، وبعد كده هعمل تزايد في الغرزه الرابعه. هكمل الدور ده كده وارجع لكم. شايفين بانت معايا ازاي، وبقت على شكل سن القلم ازاي، وكل ما تطلع بالادوار هتبان معاكي كده. انا خلصت الدور ده كده من غير اي تزايد. هشيل العلامه بالشكل ده وهدخل اعمل غرزه حشو واقفل واحط العلامه بتاعتي، وهعمل التزايد هنا في الغرزه الايه الرابعه. يبقى انا كنت قبل كده كنت بعمل تزايد في الغرزه الثالثه 2 من غير، والثالثه فيها تزايد. يبقى انا عملت 1 2 3. المره دي هيبقى في الغرزه الرابعه بالشكل ده كده. يا رب يكون الشرح واضح. يبقى 3 غرز حشو عادي خالص، والرابعة فيها التزايد. الرابعة فيها التزايد. الدور اللي جاي هيبقى من غير تزايد. الدور اللي بعديه هيبقى التزايد في الغرزة الخامسة، وبعدين دور من غير تزايد، والدور اللي بعديه هيبقى التزايد في الغرزة السادسة. هكمل بقى الكام دور دول عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل معايا. طبعا انتوا فهمتوا الشرح ازاي. هكمل بقى الكام دور الدورين دول وارجع لكم تاني عشان نشوف هندخل بقى اللون البيج ازاي. كده انا خلاص بقى عملت الدورين اللي انا قلت لكم عليهم. طبعا انا حسيت ان الشكل ده كده كفايه لحد ما وصل معايا التزايد في الغرزه الخامسه، وبعد كده عملت دور من غير اي تزايد. يعني عملت التزايد الاخير كان في الغرزه الخامسه، وبعدين دور من غير اي تزايد، وحسيت ان كده شكلها مظبوط. شايفين كده ده سن القلم ازاي اهو. يا رب الفيديو يكون واضح ويكون الشرح واضح. يبقى كل دور الادوار مختلفه. دور في التزايد في الغرزه الثانيه، وبعدين من غير، وبعدين في الثالثه ومن غير، وفي الرابعه ومن غير تزايد، وفي الخامسه، وبعدين الدور الاخير دور من غير تزايد خالص. هندخل بقى اللون البيج كده. خلاص بقى اهوت. هشيل بقى العلامه. برضو العلامه هتفضل موجوده معايا، بس انا هشيلها بس كده عشان اوريكم ايه هنسحب خيط ازاي. هندخل في دي كده اهو، اللي معايا اللون الاسمر كده. هدخل في الغرزه بالشكل ده كده واسحب خيط واعمل غرزه حشو اهو، واخد بقى اللون البيج معايا بالشكل ده كده تحت الغرز. وكده هعمل دور هيبقى التزايد فيه فين؟ في الغرزه كده. بقى هعمل التزايد عندي في الغرزه السادسه. ده كده اول غرزه حشو. هاخد بقى الفتلتين تحت الخيط كده اهو. دي الثانيه. هعلم بقى الغرزه الاولى اللي انا عملتها، والخيط الاسمر هقصه بقى. هعمل الجزء البيج بقى اللي بقى عندي في المقلمه. هاخد الفتلتين دول معايا كده تحت الغرز. ادي كده 1 2 3 4 5، والتزايد هيبقى في الغرزه السادسه، لان الدور كان عندي اخر دور كان التزايد عندي في الغرزه الخامسه، وبعدين دور من غير تزايد. انا بقى في الجزء اللي هو فيه اللون البيج ده انا مش هعمل عندي دور من غير تزايد، هعمل كلهم تزايد. يبقى كده 1 2. طبعا الدور كله هيبقى تزايد في الغرزه السادسه، في الغرزه السادسه. هكمل بقى الدور على كده. يعني انت هتعملي بقى في الدور عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل معايا، فانا هعرفك جزء البيج ده انت تشتغليه انت. هتعملي التزايد اول دور عملته تزايد في الغرزه السادسه، وبعد كده في السابعه وفي الثامنه وفي التاسعه وفي العشره وال11 لحد الدور ال12. يبقى انا هعمل كده التزايد عندي لحد ما يوصل عندي الغرزه اللي فيها التزايد هيبقى في الغرزه ال12. ما بعملش زي الاسمر كنت بعمل دور تزايد ودور تزايد ودور من غير. لا، الجزء البيج ده هعمله كله التزايد. هيبقى الاول ده كده الدور الاولاني في الغرزه السادسه، وبعد كده في الغرزه السابعه، وهفضل هكذا لحد ما اوصل للدور اللي عندي اللي فيه الغرزه ال12. هيبقى الدور اللي فيه
الغرزه بتاعتي هيبقى في الغرزه ال 12 اللي فيها التزايد. يبقى افضل بقى ارتفع بالادوار كده لحد ما توصل معايا للغرزه ال 12 وارجع اوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين بقى كده شكلها بعد ما خلصت. انا كده بقى عملت ايه؟ الجزء الاسمر بتاع سن القلم، وبعد كده الجزء البيج اللي هو الخشبي زي ما انتم شايفين كده. فضلت عملت كام دور هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ادوار. عايزه تعمليهم في الغرزه ال 12 تعمليهم في ال 13 لو انت حاسه ان هي صغيره ومحتاجه ان انت تزوديها براحتك. يبقى انا كده عملت الدور السابع هنا والثامن والتاسع والعاشر وال11 وال12، وزودت انا دورين هنا عندي عشان خاطر حسيتها ان هي صغيره لان الخيوط عندي رفيعه اهي، خيوط رفيعه. حبيت ان انا ايه زودتها تاني. هتفضلي بقى تعملي كده لحد ما توصل معاكي للمقاس اللي انت حابه تعمليه. طبعا الدور ده زي ما قلنا البيج ده مفيش فيه دور من غير تزايد، كله بيبقى فيه تزايد. كده خلاص بقى خلصت معايا بالشكل ده كده. هتفضلي بقى تكملي بعدد الغرز ده كده لحد ما توصل معاكي للطول اللي انت حباه، يعني مفيش بقى تزايد تاني ولا اي حاجه. هتفضلي ماشيه كده على الجزء ده كده. انا طبعا حبيت ان انا اعمل معايا شكل كده للمقلمه، فهدخل لون اسمر وبعدين اللون اللي انا هعمله اه. شيل العلامه بالشكل ده كده وهبدا ادخل كده ادخل لون اسمر فيها. هسحب ده كده هدخل تحت الحلقتين كده واخد الخيط معايا البيج واسحب معايا اللون الاسمر اهو، واعمل غرز حشو مفيش فيها تزايد بقى خالص زي ما اتفقنا. بعد كده هتكملي الادوار لحد ما توصل معاكي للطول اللي انت حباه من غير اي تزايد ولا تناقص اهو. هعمل الدور ده كله غرز حشو عادي خالص تحت الحلقتين، غرز حشو عادي خالص تحت الحلقتين مفيش فيها اي تزايد تاني بقى. خلاص كده انا وقفت التزايد بتاعي، مش هعمل تزايد تاني خالص في المقلمه. هعمل بقى ايه شكل كده في المقلمه عشان يديني شكل حلو بالالوان. هدخل لون اسمر وبعدين اللون اللي انا هعمله لون احمر اهو. هكمل الدور ده بقى كده وارجع لكم. عملت كده لون اسمر، وبعد كده هتجيبي بقى اللون الاساسي اللي انت هتكملي بيه الجزء بتاع المقلمه او جسم المقلمه من فوق. فانا عملت لون اسمر وبعدين عملت دورين من اللون الاحمر وبعدين لون اسمر تاني. هوريكم الشكل اهو. شايفين ده كده كنت عاملاها قبل الفيديو زي ما انتم شايفين كده. عملت الاسمر وبعدين جزء البيج وبعدين دخلت اللون الاسمر تاني. الجزء البيج ده بعد ما بتخلصيه مفيش اي تزايد تاني خالص، بتوقفي التزايد لحد هنا وبتبداي من اول الاسمر كده تفضلي ترتفعي بجسم المقلمه دور حلزوني زي ما انتم شايفين كده من غير اي تزايد ولا تناقص. عملت لون اسمر وبعدين انا وريتكم بقى ازاي بايه بتسحبي اللون الاسمر وتدخلي الوان يعني في الكروشيه اهو. عملت لون اسمر وبعدين دورين من الاحمر لان الغرز دي رفيعه قوي، الخيوط دي رفيعه زي ما انتم شايفين كده. وبعدين لون اسمر وبعدين كملت بقى باللون الاحمر لحد ما وصل معايا للطول زي ما انتم شايفين. عملت هنا 27 دور من الغرزه، يعني من اول الاسمر هنا لحد هنا دول 27 دور. حابه تزودي عن كده براحتك زي ما انت حابه تعمليها اهو. ده كده خلاص بقى يعتبر خلصنا. شايفين الجزء ده كده ده اللي هيبقى موجود على المقلمه اللي هو يعتبر الغطا بتاع المقلمه زي ما انتم شايفين كده اهو. بعمل دايره على قد المقلمه بالشكل ده كده، وباجي بقى من هنا كده بروح جايه عاملاها مخيطاها في دي كده زي ما انتم شايفين، وبجيب السوسته بقى واركبها في الجزء ده. فهنشوف بقى هنعمل مع بعض الجزء ده ازاي. طريقته سهله جدا وهتعمليه بكل سهوله اهو. هنشوف بقى هنعملها ازاي مع بعض اهو. هنعمل دايره سحريه برضو زي ما عملنا قبل كده. نلف الخيط على صباعك كده بالشكل ده اهو. هتدخلي كده تسحبي الخيط وتعملي 6 غرز حشو في نفس المكان اهو في نفس الدايره. وهتسحبي تشد الخيط بالشكل ده كده وتقفلي الدايره وتدخلي تعملي فيها في اول غرزه عملناها هنقفلها بمنزلقه بالشكل ده كده. وهدخل اعمل بقى هنا كام 12 غرزه حشو. الدايره بتاعتنا بقى اللي انتوا عارفينها اللي هي فيها التزايد هيبقى الادوار بتاعتها هتبقى تزايد. يبقى كده الدور ده كله هيبقى 12 غرزه حشو في كل الغرز اللي عندي فيها تزايد اهو. بعد ما عملنا 6 هندخل نعمل بقى ايه غرز حشو في كل الغرز اللي عندي. 2 في كل غرزتين حشو في كل الغرز هيبقوا كام؟ هيبقوا 12 اهو.
لو حابه بقى تعملي تحطي علامه اعمليها برضو عشان خاطر ما تتلخبطيش في الادوار. كده خلاص بقى عملنا 12 غرزه حشو، هندخل في دي كده هنقفل فيها منزلقه اهو. وهنعمل بقى ايه، عايزين تبقى معانا دايره، فهنعمل ادوار تزايد. هيبقى الدور اللي جاي ده هيبقى التزايد في الغرزه رقم 2. ده كده اول غرزه حشو عملناها. التزايد ده هيبقى في الغرزه الثانيه بالشكل ده كده. يبقى غرزه تزايد وغرزه من غير تزايد، غرزه تزايد وغرزه من غير تزايد اهو. شايفين كده بقى شكل الدايره معايا؟ عشان خاطر لو انا بقى هشرح لكم بقى طريقتها ازاي عشان الفيديو ما يبقاش طويل معايا. يبقى انا كده عملت 6 غرز حشو، وبعد كده عملت عليهم تزايد كانوا 12، وبعد كده عملت تزايد في الدور في الغرزه الثانيه، وبعدين الدور اللي بعديه هيبقى في الغرزه الثالثه هيبقى 2 من غير تزايد وواحده في الثالثه، واللي بعديها هيبقى في الغرزه الرابعه 3 من غير وفي الرابعه، وهفضل تفضلي ماشيه هكذا لحد ما توصلي بقى للايه، للجسم بتاع المقلمه. هتجيبيه كده وتقيسي عليه الدايره اللي انت عملتيها، يعني الدايره معاكي كده هتقيسيها كده عشان خاطر تبقى مظبوطه معاكي على قد الجسم بتاع المقلمه. طبعا ما اقدرش اقول لك عادها لان ممكن الخيوط بتاعتك تختلف عن الخيوط اللي عندي، فاحسن حاجه ان انت هتقيسيها. يبقى تعملي في الدور الثاني اللي عملت ده كده، في الدور عملت كده التزايد هنا كان في رقم 2، يبقى غرزه من غير، والغرزه الثانيه فيها تزايد، واللي بعديها هيبقى 2 من غير وفي الثالثه، واللي بعديها هيبقى 3 من غير وفي الرابعه وفي الخامسه، لحد ما توصلي للحجم اللي انت عاملاه على حسب المقلمه بتاعتك. ده كده طريقه شرح الجزء اللي فوق بتاع المقلمه. هوريكي بقى هتكملي ازاي عشان خاطر تعملي الجسم التاني، يعني الجزء اللي هو نازل ده كده هتعمليها ازاي بقى. شايفين هنا عندي كده، لو لاحظت ان في هنا كيرف هنا كده، ده كده ايه، انا كده عملت وقفت بقى التزايد على الدايره دي من هنا كده، وعملت عندي غرز حشو في الحلقه الخلفيه زي ما انتم شايفين كده اهي باينه عندي. عملت غرز حشو في الحلقه الخلفيه ووقفت التزايد لحد ايه القاعده بتاعت الدايره دي كده من فوق، قستها هنا كده لقيتها مظبوطه عندي، وقفت بقى التزايد هنا وعملت بقى غرز حشو ايه. هوريكم دلوقتي في الجزء ده اهو كده. انا خلاص وقفت من لحد هنا، ودي كده العلامه بتاعتي موجوده. هدخل بقى اعمل غرز حشو في الحلقه الخلفيه. شايفين كده دي كده ايه الحلقه الخلفيه عندي بالشكل ده كده اهو. هدخل اعمل فيها غرز حشو من غير تزايد خالص اهو. يعني انا لو عملتها لكم في الدور ده هتلاحظي ان هي بدات ايه يبقى تبان شكلها اهو. انا بس بعمل كده عشان الفيديو ما يبقاش طويل معايا، وبحاول اشرح لكم وابسط لكم الحاجه عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي اهو. شايفين كده بدات تبان معايا اهي، لو لاحظتي بتبان. هتعملي في الحلقه، هتعملي في الحلقه الخلفيه من غير اي تزايد زي ما انت شايفه كده اهو. طبعا اكيد واضحه قدامكم ان هي ايه عملت بقى الكيرف اللي هو تحت ده، عشان ده اللي انت هتعملي هتخيطي فيه السوسته والمقلمه اهي. شايفين يعني ده على جزء صغير خالص، بصي بينت ازاي اهو، باينه خالص اهي. دي كده الدايره، ودي كده الجزء ده ايه. هتفضلي بقى تعملي في الجزء ده كام دور؟ هتعملي في حدود 8 ادوار. الجزء ده كده تعمليه 8 ادوار اللي هو ده اهو. ده كده عملته 8 ادوار او 9 ادوار زي ما انت حابه تعمليه على حسب المقاس بتاع المقلمه بتاعتك. بس كده خلاص بقى خلصنا المقلمه. اخر حاجه هنعملها ان احنا هنيجي من هنا كده، طبعا دي كده العلامه عندي وانا بمشي كده، لا هقلب بقى الشغل بالشكل ده كده، وهدخل اعمل ايه غرز حشو عندي في الجزء ده. هعمل ايه 4 ادوار على كام سلسله، في حدود مثلا 15 سلسله اهو. يعني دول كده كام؟ دول 7 8 9 كده عملت عندي كام 15. اعملي كمان مثلا 3 غرز عشان خاطر تبقى متناسقه مثلا كده اهو. شايفين كده الجزء ده هعمل عليه كمان دورين 3 ادوار كمان. هاخد سلسله وهلف الشغل بالشكل ده كده، وهدخل اعمل عندي غرز حشو على الغرز دي تاني اهو. يا
رب تكون واضحة اهوت. هعمل بقى كام دور؟ هعمل 3 ادوار وارجع اوريك. ما بتخلصي بقى الدور ده كده بترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل بتاعك كده وبتكملي بقى الادوار بتاعتك كده اهو. هعمل الدور ده كمان وكده خلاص خلصت الجزء ده. هتيجي بقى من هنا كده وهتخيطي الجزء ده كده، شايفين اهو بالابره عادي خالص. هتخيطي الجزء ده كده اهو، تخيطيها في المقلمه بالشكل ده كده، الجزء اللي هو ايه اللي احنا عملناه اللي هو فيه الجزء ده. هتيجي من هنا تخيطيها في المقلمه بالشكل ده كده، تخيطيها بالابره بتاعتك عادي خالص مفيش فيها اي ايه شغل. وبعد كده بقى هتجيبي السوسته بتاعتك وهتبداي بقى اللي انت ايه بعد ما بتخيطي دي كده الاول هتبداي بقى ايه تجيبي السوسته وتخيطيها هنا كده، شايفين كده من هنا كده، وتخيطي بقى على الداير ده كده بس. وبعدين تجيبيها بقى تخيطيها في الايه في الجزء ده من هنا كده بس. هخيط بقى الجزء ده كده بتاع المقلمه واقفلها زي ما انتم شايفين. طبعا هتخيطوها عادي بابره وخيط عادي خالص مفيش فيها يعني شغل ايه السوسته. فهخيطها كده وارجع اوريكم الشكل النهائي بتاع المقلمه. هخيط بقى الجزئين دول كده، دول كده انا خلاص عملتها زي ما انت شايفه كده اهو، عملت 4 ادوار بس كده. هخيط بقى الجزء ده واخيط السوسته وارجع اوريكم الشكل النهائي بتاع المقلمه.